وصفة البيدي فور دي هتنسيكم اي طريقة تانية جربتوها قبل كده. انا مش هقول لكم اظبط من المحلات والكلام ده، هسيبكم تجربوه بنفسكم وترجعوا تقولولي في الكومنتات رأيكم فيه. ركزوا في المقادير، هيطلع معاكم احلى بيدي فور، نعومة وذوبان وعمره ما يرطب معاك. اول حاجة انا هجيب 375 جرام زبدة، اهم حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليهم كوباية سكر بودرة، هنفضل نضربهم كويس لغاية ما القوام ينعم معايا ويبقى كريمي وهش بالشكل ده اللي بيخلي البيدي فور معانا ناعم ودايب. هضيف بيضة وصفار بيضة، البيضة بتخلي البيدي فور متماسك ويكون محتفظ بشكله، والصفار بتاع البيضة بيخليها ناعمة ودايب. بعد كده هكون محضرة نص كيلو دقيق، انا نخلته كويس علشان البيدي فور يكون هش، وهشيل معلقة كبيرة من الدقيق ما تكونش هرمية، هضيف مكانها معلقة كبيرة بودرة كاستر، ودي بتخلي لونه حلو وطعمه جميل وناعم. بعد كده هنخلط كل المكونات دي مع بعض كويس. اول ما البيدي فور يبتدي يتجمع معانا ما نبالغش وما نعجنش علشان البيدي فور ما ينشفش. بعد كده لو انتوا عايزين تعملوا كميه من البيدي فور بالشوكولاته، هتاخدوا جزء من العجين اقل من نص الكميه، وهتحطوا عليها معلقه كبيره ونص كاكاو خام من غير سكر، يا اما معلقتين كبار بالكتير قوي. هنخلط كويس جدا مع بعضه، بس كده البيدي فور الشوكولاته جاهز معانا. هنبدا نشتغل على طول بالبيدي فور، مش هنحطه في التلاجة ولا اي حاجه، بنشتغل بيه على طول علشان ينزل معانا بكل سهوله من الكيس الحلواني. لو دخلناه التلاجة هنلاقيه مسك معانا، مش هنقدر ننزله من الكيس. نشتغل على طول، هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، هيخش على فرن ساخن رف وسط، بياخد حوالي ربع ساعة بالكتير قوي. اول ما يحمر من تحت وياخد اللون الذهبي خرجه على طول من الفرن. بالنسبة للبيتي فور اللي بالشوكولاتة، هحط واحدة من البيتي فور اللي بالفانيليا في النص كده، علشان دي اللي بتساعدنا نعرف تسوية البيتي فور اللي بالشوكولاتة. اول ما القطعة اللي في النص تستوي اللي بالفانيليا، هنعرف ان الشوكولاتة استوت، ونبتدي على طول نخرجه من الفرن. زي ما احنا شايفين واخد اللون المظبوط وناعم ودايب، ذوبان ما حصلش. تبتدوا تحشوه باي نوع مربى انتوا بتفضلوها. انا هنا حشيته بمربى الفراوله، ممكن تعملوه بمربى المشمش، وهسيح له شوكولاته بيضه في الميكروويف، شوكولاته دارك. نبتدي نحشيه. لو انتوا عايزين البيتي فور يقعد معاكم فتره طويله وما يرطبش، احشوه بالشوكولاته، بتساعد ان هو يقعد فتره طويله ما يرطبش وما يطراش معانا. احشوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، حطوا المكسرات اللي انتوا حابينها، بسيط خالص وسهل، مش بياخد وقت خالص، بجد لذيذ قوي. وما شاء الله انا عملت الكميه دي كلها بنص كيلو دقيق بس. تقدروا تعملوا اقل كميه وتجربوه، بجد هيعجبكم جدا. لو عملتوه في البيت مش هتجيبوه من افخم محلات الحلويات. جربوه على طريقتي، المقادير مظبوطه، واتمنى انها تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كومنت حلو. اشوفكم في وصفه جديده. باي باي.